مين اللي هيحكم العالم سنة 2030؟ طبعا دماغك راحت على الصين أو أمريكا، أو يمكن في حد تاني داخل المعادلة العالمية. ايه رأيك ان ولا دولة من دول هتحكم العالم بعد 5 سنين؟ ده مش كلامي، لكن تخيل ان في تقرير عالمي جديد حط مصر وسط الكبار، متفوقة على روسيا وألمانيا واليابان. ايوه انت سمعت صح، لا ومش بس كده، ده كمان اعتبر ان اللي بيحصل في مصر دلوقتي ممكن يغير شكل النفوذ العالمي كله بعد 5 سنين بالتحديد. حابب تعرف التفاصيل كاملة وايه اللي هيتم خلال الفترة اللي جاية؟ خليك متابع معانا الفيديو ده للآخر وانا هقولك. قناة على اليوتيوب اسمها جلوب رانكت بدأت تشتغل من كام شهر بس، وتحديدا في ابريل 2025، لكن قدرت تلفت الانظار لانها بتقدم تصنيفات عالمية للسفر والمعيشة والاستثمار والبيئة والصحة والامان وحتى الزحمة، وبتحاول تبص لكل دولة بنظرة تحليلية مش متحيزة قبل ما تدخلات السياسة تلعب لعبتها. والمرة دي اختارت مصر ضمن اقوى 10 دول هتحكم العالم في 2030، وده مش مجرد كلام ولا انبهار لحظي، ده مبني على مجموعة مؤشرات وارقام ومقارنات واضحة، وده معناه ان في بداية ادراك جديد لدور مصر الإقليمي اللي بيرجع بقوة. القناة عملت فيديو عنوانه أهم 10 دول ستحكم العالم في 2030، وده الفيديو اللي مصر طلعت فيه في الترتيب السابع، متقدمة على دول زي ألمانيا واليابان وروسيا وقبل أمريكا كمان في الترتيب. وده هيخليك دلوقتي وانت بتسمع الكلام ده تسأل ايه اللي مخلي مصر تبان بالصورة دي. أول نقطة قالوها هي الموقع الجغرافي، لأن مصر واقفة في قلب الخريطة حرفيا، بتحكم قناة السويس اللي بيمر فيها أكتر من 10% من التجارة العالمية، ودي نقطة بتديها نفوذ اقتصادي واستراتيجي ملوش حل. أما تاني حاجة هي التركيبة السكانية، لأن أغلب الشعب المصري تحت سن 25 سنة، وده معناه طاقة إنتاجية رهيبة وقوة استهلاكية بتزيد كل يوم. أما النقطة اللي التقارير ركز عليها بشكل كبير فهي المشروعات القومية الكبرى، وإزاي إنها غيرت صورة الاقتصاد المصري من بلد بيعتمد على السياحة لبلد بيحاول يبقى مركز إقليمي في اللوجستيات والصناعة والطاقة، من العاصمة الإدارية الجديدة للمواني اللي بتتطور للمناطق الصناعية الجديدة لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح اللي بتتعمل في الصحراء. وكل دي خطوات بتزق مصر ناحية مكانة مختلفة خالص عن اللي العالم كان شايفها من 10 سنين. التقرير كمان أشار للعلاقات الاقتصادية اللي مصر بتبنيها دلوقتي مع الخليج والصين وأوروبا، ودي حاجة بتخليها تلعب دور مركزي في النظام الإقليمي، وده في وقت العالم كله بيعيد ترتيب نفسه. إنما برغم